أما الغلط فوصفه لابن حجر والنووي بالسلف، وهذا غير صحيح. ابن حجر مضطرب في باب الأسماء في باب الصفات، تارة يغلب عليه التجرد والأخذ بالحديث فيقول بمذهب السلف، وتارة يغلب عليه مذهبه الذي تعلمه ونشأ عليه فيقول بمذهب الخلف، وهو أخف بكثير من النووي. أما النووي فأشعري، غضب من غضب ورضي من رضي، فالله ورسوله أحق أن يرضوه. أما النووي فأشعري، غضب من غضب ورضي من رضي، فالله ورسوله أحق أن يرضوه. أما النووي فأشعري، غضب من غضب ورضي من رضي، فالله ورسوله أحق أن يرضوه. الشيخ ربيع نصيحة أهل السنة والجماعة. كتب الشيخ ربيع كتب سنة وكتب تصحيح الاعتقاد. نعم، يؤخذ العلم عن الشيخ ربيع من علماء السنة فالذي يحذر من كتبه في قلبه مرض. نعم. سائل يقول: ما رأيكم في من يبدع الإمام ابن حجر والإمام النووي رحمه الله تعالى؟ طبعا هذه فرقة والله أعلم دست على أهل السنة، تظاهرت بالحماس ضد البدع، حتى صارت أصلا البدعة كأنها من أشد أنواع الكفر، وكان مغزاهم من هذا الفتنة وتفريق وتصديع صفوف السلفيين، فما وجدوا شيئا يفرقون به السلفيين ويصولون عليه إلا ابن حجر والنووي وأبو حنيفة والشوكاني ورشيد رضا إلى آخره مجموعة وابن الجوزي، وراحوا يكون جهمية وراحوا يطعنون وراحوا يشوهون، وهدفهم تشويه وتمزيق السلفيين. أولا السلفيين ليه يأخذون علم هؤلاء؟ ليه يقرؤون من كتبهم؟ ليه يكون حافظ؟ ليه يقولون كذا؟ الذي يقول قال الحافظ ابن حجر قالوا مبتدع، يسألك هل ابن حجر مبتدع أو ليس مبتدع؟ يقول ما أقول مبتدع، أقول أشعري، عنده أشعرية. النووي إيش في رأيك فيه؟ أقول عنده أشعرية. بين. يقول لا أقول مبتدع، قلت ما أقول، ما هو يلزمني هذا، ما يلزمني شرعا أن أقول هذا. السلف كثير ما يترجمون لبعض المبتدع ولا يقول مبتدع ولا يقول قدري ولا يقول رافض، كان يترجم له ويمشي، فما يلزمني أن أقول فلان مبتدع فلان مبتدع فلان مبتدع فلان، يلزمني أبين بدع، وإذا بدعة في كتاب أحذر منها. فأنا أقول الآن إن ابن حجر درس المنهج السلفي وعرفه ولم يستطع أن يصدع به، ولا شك أن عليه مسؤولية فيما سجله في كتابه فتح الباري من أمور وعقائد الأشاعرة، الله يتولاه. لكن رجل ثقة، رجل خدم السنة، لا يستغني طلاب السنة عن كتبه الكثيرة، مكتبة كلها في خدمة السنة صلى الله عليه وسلم، هفوات فقط ما كانت إلا في بعض المواضع من فتح الباري، وقد انتقدها السلفيون، ومنهم الشيخ بن باز ومنهم الشيخ العباد ومنهم الشيخ السعدي، حذروا وبينوا. ونحن ندرس في فتح المجيد وفي غيره نقد للنووي، وفي غيره نقد للنووي أيضا، وبيان ما عنده من تأويلات. فنحن نقول أشعري، النووي عنده أشعرية وكثر أكثر منها لحد من هذه الأشعريات، لكنه خدم صحيح مسلم وخدم السنة، علوم الحديث ألف فيها، بارك الله فيك، أشياء ما يستغني عنها أهل السنة، فهم ثقات عندنا، مثل ما أخذ سلفنا عن بعض من وقعوا في بدع، مثل قتادة وقع في القدر، ومثل سعيد بن أبي عروبة كذلك، ومثل غيرهم ممن وقع في بدعة القدر أو بدعة الإرجاء، أخذوا عنهم لأنهم حملوا العلم وفيهم الثقة متوفرة والصدق والعدالة موجودة فيهم، فأخذوا عنهم. فنحن نقول إن هؤلاء ثقات، ونقول علوم السلف، فنحن نستفيد من كتبهم. وإذا سئلنا عن أخطائهم نقول نعم عندهم أشعريات موجودة في فتح الباري وموجودة في شرح صحيح مسلم. أما سائر كتب ابن حجر
فهي عبارة عن مكتبة. في الرجال ألف عددا من الكتب، وفي السنة ألف عددا من الكتب، المطالب العالية، وإتحاف المهرة، وفتح الباري، ومقدمة فتح الباري، وأشياء كثيرة كثيرة كثيرة، تهذيب الكمال، لسان الميزان. كل حياته أفلام خلف في السنة وقع في هذه الأشياء. هذه الأشياء توقع فيها نحذر منها، وتلك الأشياء التي تخدم السنة ولا نستغني عنها نستفيد منها. ولا نقول من لم يبدع ابن حجر مبتدع، ولا نقول من ترحم على ابن حجر مبتدع كما يقول هؤلاء السفهاء المدسوسين الذين دسهم أعداء الإسلام من المبتدعة، دسوهم في صفوفنا لإيجاد البلبلة والزلازل والفتن. فهؤلاء شر من أهل البدع والعياذ بالله، وقد فعلوا الأفاعيل في أوساط السلفيين. وكلما تخلص السلفيون من مثل هذا النوع جاءوا بنوعيات جديدة تلبس اللباس السلفي وتحارب المنهج السلفي تحت هذا الستار. فنحن نحذر من هذه النوعيات. ووالله لقد بلونا فيهم الكذب، بلونا في هؤلاء الكذب في حقيقة أنفسهم وفيما يقذفون به الأبرياء من السلفيين. وأخيرا هذا الصنف ليس مقصودهم ابن حجر والنووي، إنما مقصودهم التخريب في أوساط السلفيين وإشاعة الفوضى والبلبلة في أوساطهم، ونسأل الله أن يريح الناس بشرهم. نعم.